هل تعلم انه الشعب الكردي بسوريا، الكردي السوري، يقارب نسبته نصف الشعب السوري؟ ما راح اقول 20% و18% مثل ما بيقولوا هدول البعثيه وجماعه المعارضه، انا راح اقول لكم نسبه الكرد في سوريا تقارب ال 45 الى 50% واذا مو اكثر. مو الان، من قبل. الكرد بسوريا بيقاربوا نصف الشعب السوري. مره سعيد بخيتان، هذا تبع الامن السياسي والامن الجنائي والبعثي، كان مجتمع مع قبائل الكرديه وبعض الاحزاب الكرديه قبل ثوره الكرامه. قال له نحن ما كثير بنخاف من الكراد اللي هن بيحكوا كردي بعفرين وقامشلي والادقيه، عفرين وقامشلي وكوباني والحسكه، نحن بنخاف من اللي اصولهم كرديه، من كراد دمشق المليون و200 الف كردي وال200 الف كردي باللاذقيه وال200 الف كردي بحما وال100 الف كردي ب 300 400 500 الف كردي بحلب و50 الف هون و100 الف هون، هدول اللي بيخاف منهم النظام. نحن اليوم اذا بدنا نيجي ندور على عائلات الكرديه اللي من اصول كرديه، مثل حكايتي انا كردي بحكي عربي، نص سكان دمشق اذا مو ثلثهم هن كرد. هلا سكان دمشق بعد ما اجى الجلب يعني الريفي وكذا وجمله، نص سكان دمشق بالضبط. حي ركن الدين الدمشقي، في معلومه ما بيعرفوها كثير عالم، حي ركن الدين الدمشقي فيه قرابه ال 900 الى المليون انسان كردي سوري. تعرفوها هي المعلومه يا اخوان؟ وادي المشاريع اللي بيدمر فيه شو من كان 300 400 الف كردي. وبدرعا في اكراد، وبالغوطه في اكراد، بحما في 200 الف كردي. عائله البرازي وعائله الاشيتي وعائله ميرزو وعائله زلفو وعائله زازا. انا عم حكيكم ارقام من اصول كرديه. هدول كلهم كرد صاروا استعربوا، يعني من اصول كرديه صار يحكوا عربي واندمجوا بالمجتمع. شو رايكم انتم بهذا الكلام اللي بيقول لك هذا ردا على هذا الجبوري اللي طالع معي اللي فيهم بيقول لي انه الكرد اقليه ما بيطلعوا، بيقول لي الكرد ما بيطلعوا 3% بسوريا. انا على ثقه تامه انه اذا بنعمل احصاء اليوم بسوريا وبنبحث عن العائلات المنحدره من اصول كرديه، يعني جد جدنا كردي وجايين على دمشق وجايين على حلب، بيطلع نص الشعب السوري كرد، اذا مو اكثر من النص. حي ركن اسمه حي الاكراد الدمشقي. انا عم حكيكم كلام يا جماعه، ما هو كلام يعني من منطلق قومي او لا، عم حكيكم كلام انا يعني لك. اذا حي القيمريه كل سكان حي القيمريه، هلا حي القيمريه اللي بدمشق الناس ما بيعرفوا هاي المعلومه، هو اول حي للاكراد بني في دمشق بعهد صلاح الدين الايوبي، حتى نظام البعثه اللي كاتب عليه على الحيط لوحه، حي نسبه الى الحي القيمريه نسبه الى الامير القيمري بعهد صلاح الدين الايوبي فلان الفلاني. يعني كل القاده وكل الزعماء وكل العسكر اللي كانوا مع القيمري الامير القيمري الكردي اللي بنوا هذا الحي من 900 سنه هن اكراد. اندمجوا بالمجتمع من 800 900 سنه، نسيوا عائلاتهم. بيت سروان اصلا اكراد، بيت بلقدار اصلا اكراد، بيت العظمي اصلا اكراد، بيت نظام الدين، بيت العنتابي، بيت العنتبلي، بيت الشيشكلي، لهدول عائلات كرديه دمشقيه، المتيني، زازا، دقوري، ميرخان، بدرخان. لك شو بدي لكم، شو بدي اذكركم؟ اذا بنحسب العائلات اللي من اصول كرديه بيطلعوا حتى اكثر من كراد الجزيره، يعني عمليا نحن نص الشعب السوري كرد من اصول كرديه، اذا مو كرد من اصول كرديه. ليش ما بنقول لاخواننا الكرد اللي هن شركائنا بالوطن هي البلد لنا ولكم، على عيننا وراسنا اخواننا الكرد، هي البلد لنا لكم، تعالوا نرميها مع بعضنا البعض ونساوي نظام اتحادي فيدرالي اللي بدكم اياه. ما بدكم، مستعدين مو تقعدوا تحت صباط اردوغان، مستعدين تقعدوا تحت صباط اسرائيل واردوغان وداعش وتتعاملوا مع الشياطين الحمر لا تتعاملوا مع الاكراد. ليش؟ ما بعرف. شو السبب؟ ما بعرف. طبعا كلامي اخواني مشان ما ينفهم غلط ليس موجها لاخواننا العرب السوريين لباقي المكونات، لا، اتكلم عن النماذج المتقومجه اللي صار عم تهاجم الكرد 3 سنوات 4 سنوات عبر وسائل الاعلام من مشاهير معارضه ومثقفين وائتلاف والى اخره. كلامي لهدول موجه ولجمهور اردوغان، اما اخواننا العرب الشرفاء والله على عيننا وعلى راسنا، احسن منا يا جماعه. نصف الشعب السوري، نصف الشعب السوري من اصول كرديه. هلا بتيجي بس ندور على عائله الالرشي بدمشق بتلاقيهم 60 70 الف بني ادم، عائله المتيني 40 50 60 الف بني ادم، بيت الصازه من فوق ال 120 30 الف بني ادم، بيت الملي بيطلعوا لهم 60 70 الف بني ادم، الدقوري، الاشيتي، الديركي، الميقري، هي بس ركن دين عم لكم، القرجولي وتلو، لك شو بدي اذكر لكم؟ عائلات والله بنسى اسمائها، ومرام بيت رمضان. لك يا اخي اذا هتكون كتبت مقالي عن العائلات الكرديه رح اقرا لكم اياها، معلش خلوني اطلع لكم اياها، ما تستحملوني شوي صغيره. معلومه كثير مهمه، في ناس كثير ما بيعرفوها، لانه اخواننا كراد الجزيره او كراد الشمالي بيعتقدوا انه كراد دمشق نسيين اصولهم. لا يا اخي، نحن ككراد دمشق ما نسيين اصولنا، نحن كرد اصليين من كبار العائلات الكرديه، هن العائلات الكرديه اللي بدمشق، العائلات الكرديه الارستقراطيه اللي كان معهم مصاري، كانوا مزنقين معهم فلوس.
هربوا من القمع مثلا التركي، او هربوا من مناطق معينه، او مثلا بنتيجه تجاره ودمشق كانت مزدهره، او نتيجه الاقتصاد اللي كان موجود بدمشق مزدهر ومركز ديني ومركز سياسي، جاءوا لانه معهم مصاري قدروا يشتروا بيوت وتضيع وقلاع بدمشق والى اخره، وتاسسوا بمدينه دمشق. هذول هن عائلات دمشق، هن معظمهم من الارستقراطيين الكرد، الاغنياء الكرد يعني. واللي ما قدروا في ناس ضلوا بمناطقهم. طبعا في عائلات ثريه وارستقراطيه ايضا ضلت بالشمال وبالجزيره. عائله نظام الدين اللي بدمشق ساكنين بالحي المالكي، في كثير ناس ما بيعرفوهم، بيت نظام وفي بيت نظام الدين، عندهم عشرات او مئات الهكتارات والاف الهكتارات من اراضي القمح بخط 10 وبالجزيره. هل تعلموا هي عائله كرديه بيت نظام الدين؟ يعني الكرد جزء لا يتجزأ من المكون السوري، فلاقوا حل انكم تتفاهموا معهم، مو تطلعوا تسبون وشيطنون وماشي ولا هذا الاجدب اردوغان. لك هلا تركيا رح احكي عن شغله على تركيا. والله انا ما عم زاود يا اخوان، عم بحكي كلام قسما بالله من القلب، ان شاء الله تفهموا من القلب. يعني لما بقول الكرد بشكل نصف سوريا مو معناتها انه يعني لهم امتيازات اكثر من غيرهم، لا، انا ما بدي امتيازات للكرد اكثر من غيرهم، بدي اياهم مثل المكون العربي. ما تعاملوا مع الكردي كمواطن درجه ثانيه كما يقول لكم اردوغان الخومجي. اصبروا علي شوي صغيره، لكم شويه معلومات كثير هامه. اصبروا علي بس ثانيه واحده اذا سمحتوا. انا عندي الكيبورد هون صاير بالانجليزي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي حي الاكراد. تركيا نحن هلا نفسها تركيا اذا بنجي بنقيم منا تركيا اذا بنقيم منا المكون الكردي والمكون الارمني والمكون السرياني والمكون العربي ونفصلهم وبنشوف الترك الاتراك الاصليين قد عددهم بتركيا بيطلعوا اقل عددهم من الاتراك. رح طالعكم معي للنقاش بس اصبروا علي، بس اقول فكرتي اول شيء. اصبروا علي، رح طالعكم معي واستضيفكم واسمع كلامكم. فخلال دعوتي انا عم اقول لكم لا بقى تضلوا تقولوا انه الكراد اقليه و10% ونحن العرب وشاء من شاء وابى من ابى. قولوا للكرد انتم خيئتكم ادنى بسوريا، انتم مثل حكايتنا لكم ما علينا ولا علينا ما علينا، يعني هيك قولوا لهم. تسمعوا منهم خطاب وطني طيب. هلا يجي واحد ممكن يكتب الكرد اهلنا وحبايبنا، واللي بتلاقي تسمعوا منهم كلام طيب. خلوني اذكر لكم بعض العائلات الكرديه الدمشقيه اللي في ناس ما بيعرفون، يفكرون انهم عرب، رح تسمعوني شوي. المقال بيقول ويضم الحي العريق اللي هو حي الاكراد الدمشقي. اسمعوا المعلومه يا اخوان، هذا رح انشر لكم اياه المقال على رابط البث المباشر. تفضلوا، هو هذا المقال اللي حابب يقراه يعني على رابط البث المباشر. بس خلوني اقرا بعض المعلومات البسيطه يعني هي لاخواننا اللي ما بيعرفوا شو هن كرد دمشق. رح اقول لكم من هن كرد دمشق اللي انا منهم طبعا. يلا بسم الله، ثواني بس خلوني اقرا بعض المعلومات البسيطه يعني هي لاخواننا اللي ما بيعرفوا. سألنا، وهي المقالة اللي حابب يطلع عليها واللي حابب يقرا المعلومات يعني. طبعا هي انا كاتب المقالة مع الاستاذ عماد ارمشي اللي هو كاتب اللمحة التاريخية عن الحي وعن الأوابد الأثرية فيه. وانا حاولت اجمع عدد من العائلات الكردية كوني انا كردي وابن هذا الحي، وبعرف مين هن العائلات الموجودة فيه يعني، وبعرف قديش في عندهم حس وطني، وبعرف قديش بيحبوا بلدهم. رجاء شاركوا لي الفيديو على صفحاتكم يا اخوان. العائلات الكردية اللي بدمشق المعروفة، وهي يضم حي دمشق ركن الدين الدمشقي المعروف بحي الأكراد. غيروا طبعا حي كان اسمه الحي حي الأكراد، غيروا اسمه إلى ركن الدين وتنصار البعثية بدمشق. عدة أحياء نسبة للعائلات الكردية التي سكنته وأسسته، منها حي المتينية نسبة لعائلة المتيني المقابل اللي طلعت جسر النحاس صعودا إلى جبل قاسيون، حي اسمه حي المتينية لعائلة المتيني. وحي الكيكية نسبة لعائلة الكيكي وعشيرة الكيكي، وحي الوانلية نسبة لعشيرة الوانلي نسبة لعائلة الوانلي، وحي الميقرية نسبة لعائلة الميقري، وساحة شمدين آغا نسبة لعائلة شمدين، وغيرها كثير من الأحياء. ويسكن الحي عائلات كردية عريقة كعائلة، اسمعوا اسماء العائلات الكردية الدمشقية يا اخواني، في كل ناس ما بيعرفوا انهم اصلا انه هدول اكراد. هذا كلام اكرادنا اللي بالجزيرة اللي كمان هن بعدوا عن هذا المشهد. عندكم عائلة زازا وميقري واشيتي وبكاري وملي وايوبي وحمو ليلى وكرد علي وهيتو ومتيني وقاسو وايبش ونعمو وديركي وعربو وزيد خان وكنة وقرجولي وقوطرش وبقداش وميرخان وسوركي وسوركلي ورشواني وزركلي وزركي ومارديني وأورفلي وشكو وعليكو وتلو ورمضان وبوطي وكفتارو وعرباني وشيخاني ودودكي وألرشي والملة وجنبكلي وبرازي وزلفو وباجاري ورمضان وأومري ويونس وديار بكرلي وكعكرلي وجزماتي وحسكي
وقلعه وجلعه وإيزولي وحقي وبوزو وبارافي وبيت نظام الدين، عائلة نظام الدين والعظمة وإلى آخره. هدول العائلات الدمشقية الكردية، هدول لحالهم بيطلعوا 1,200,000 بني آدم بدمشق. المقال نشرت لكم اياه بتعليق على هدول، بس هدول لحالهم كراد دمشق لحالهم. هذا في واحد اجدب اسمه مالك، ما حضرته الكلمه، عم تاركه من جوجل، هي مقاله حبيبي مو جوجل، تفضل شو اجدب. ليش انت بتعرف تاريخك اول شيء؟ يا مالك بتعرف تاريخك انت شو هو؟ ولا ما بتعرفه؟ قال لك يا على راسي، يلا هلا رح لك اياها. دقيقتين بس، اعطيني دقيقتين. انتو يا فسابكة اردوغان طلعتوا من تحت الحذاء العسكري بوت اردوغان وبوت بشار الاسد، رحتوا لتحت بوت اردوغان، ما فيكم تعيشوا برا الصوابيط. ولك بتركيا الاتراك ما بيرفعوا صورة اردوغان، بس لاقي واحد رافع صورة اردوغان يعرفوا انه هذا سوري. لا تردوا علي لهذا مالك، هلا فينا نحصره، بس خلي انا ليش بخلي اللي تعرفوا مين هن اللي عم نحاكيهم. لك يا اخوان انتم الكرد، انا بدي منكم شغله عم تزعلني منكم كثير كثير كثير، انا مقهور منها من خلال اجتماعاتي مع الاخوه الكرد ومع مثقفينهم. بتحسوا هيك محبطين او بينظروا لنفسهم بقله ثقه. لك اخي ليش ما عندكم ثقه بنفسكم انتم يا كرادنا؟ قعدت كثير انا مع مثقفين بلاقيهم هيك مكسورين الخاطر، ما عندهم امل، ظانين انه هن ما لهم شيء، ما راح يحققوا شيء. لك يا اخي خليكم شجعان، انظروا الى المستقبل باقدام. لك انتم شعب عريق اصيل. اذا البعثيه والهردبش هذول اللي حكموكم 50 سنه فهموكم انه انت كردي مواطن درجه ثانيه، ما تصير هي ثقافه عندكم يا اخواني. انت الكردي اصيل ابن البلد، انت صاحب الارض الاصليه. انت بزمانك كنت زعيم وقائد جيش ورئيس جمهوريه، وفي عندك الفنانين وفي عندك الرسامين وفي عندك المطربين وفي عندك الاطباء وفي عندك المهندسين وفي عندك الاعلاميين. لك الدراما السوريه قائمه على المكون الكردي يا اخوان. 40% 45% من الدراميين من نجوم الدراما بسوريا لكن كرد يا جماعه الخير. معقول انتم ككرد تخلصوا لي من النظره السلبيه لنفسكم كمان يا اخي، انه نحن كرد مو عم تقنعوا المكون الاخر احنا ما انفصاليين. بيكون انتم انفصاليين لو نحن انفصاليين. هلا هيك تساوي. بيجي واحد بيقول لك انتم انفصاليين، انتم كنتوا تعملوا بالله بدنا نعمل دوله نحن انفصاليين. بيقول طب يا اخي شو الحل؟ بقول له الحل والله بدكم تقنعونا انه نحن نعيش معكم بلد واحد، تصيروا اوادم، خلص هيك قولوا لهم. يعني انت مو مطلوب منك اخي الكرد يضل ليل نهار عم تقتل يعني في مره كتب علي فرزات الله يذكره بالخير صديقنا، كتب قال الكردي بيقضي نص عمره عم يناضل مشان قضيته، والنصف الاخر عم يقنع شريكه العربي بالوطن انه هو ما انفصالي. ماني مضطر انا اقعد اقنع العربي القومجي والبعثي والاردوغاني انه ماني انفصالي. انا ماني مضطر اقعد اقنع هذا الفيسبوكي والاردوغاني انه ماني انفصالي. بيقول انت انفصالي، بقول له انا انفصالي. انت بدك تعمل تقسيم، نعم بدي اعمل تقسيم. انت بدك تعمل كردستان، ايه بدي اعمل كردستان. لحظه شوي يا اخي، ايه بدي اعمل هيك، بدي لكم هيك حديث من المرايه ما عاد في هي تبع انه والله لا يا اخي احنا ما انفصاليين. اخي نحن انفصاليين وبدنا وطننا كردستان وبدنا ناخذ حقنا بسوريا وبتركيا وبالعراق وبايران. اقنعونا انه انتم جماعه بنعاش معكم وانكم بتفهموا شو يعني مدنيه وشو يعني ديمقراطيه وشو يعني مواطنه، بدنا نعيش معكم.